الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، صلاة وسلاما على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله وبعد. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ودعوة الأنبياء جميعا إلى أقوامهم ما هي إلا نصيحة. ولذلك أخي الكريم، انطلاقا من هذا الحديث، فالنصيحة هي عدم الذهاب إلى أي أحد من الذين يعالجون بالقرآن الكريم، ولكن أخي الكريم عالج نفسك بنفسك من السحر ومن المس ومن الحسد. وهذا البرنامج الوقائي العلاجي إن شاء الله، وأفضل أن أقرأه بإذن الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. العنوان: عالج نفسك بنفسك بالقرآن الكريم من السحر والمس والحسد ولا تذهب إلى أي أحد. الدين النصيحة: عالج نفسك بنفسك بالقرآن الكريم من السحر والمس والحسد ولا تذهب إلى أي معالج بالقرآن، فمعظمهم جهلاء يحتالون على الدنيا بالدين، ويمكن لأي مؤمن أو مؤمنة أن يعالج نفسه بنفسه من السحر والمس والحسد، وذلك باتباع هذا البرنامج الوقائي العلاجي، والذي هو تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظه. برنامج العلاج: أولا، جميع الصلوات في وقتها، وصلاة الفجر في وقتها، وإن كان رجلا فالصلوات في المسجد، وإن كان رجلا فالصلوات في المسجد. وفرق كبير أخي الكريم بين الرجولة وبين الذكورة. الرجولة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأتعجب والله أخي الكريم من إنسان رجل يصلي في بيته إلا لمرض شديد، فالصلاة في البيت جائزة لأمور ثلاث: لمرض شديد، أو لمطر شديد وليس عندنا هذا، أو لشيء يخيف الإنسان خارج بيته. أما أن يصلي في البيت وهو رجل فيأخذ درجة واحدة، لأن هناك شيطان للصلاة يقال له خنزب أو خنزب، يأخذ من صلاة الإنسان ما شاء، يأخذ نصفها، يأخذ ثلثها، ربعها، إلى آخره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتفع الصلاة إلى تراقيه، إلى هكذا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن هو يؤدي الصلاة كعادة وليست لله عبادة. ولذلك أخي الكريم، يعني لو قلنا مثلا أن من يصلي الفجر من الرجال في بيت الله يأخذ 10 جنيهات، أو يأخذ 2 دينار أو غيره، أو دولار أو غيره، ماذا سيكون الحال؟ ستمتلئ المساجد ويصلي الناس خارج المساجد. إلى هذا الحد نتعامل مع الله بهذا السلوك. نعم أخي الكريم. ولذلك أخي الكريم، لو أن الإنسان توضأ في بيته الرجل، ثم بعد ذلك خرج من بيته قائلا: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الشيطان يقول: هديت وكفيت. في رواية يقول: هدي ووقي ووفي مني. انتهت المسألة، خلاص، تظلله راية الملك ليس الشيطان. بعد ذلك أخي الكريم، خطواتك إلى المسجد: خطوة ترفع درجة، خطوة تحط خطيئة، وهكذا. دخلت بيت الله عز وجل، أنت في بيت الكريم سبحانه وتعالى، صليت خلف الإمام، تأخذ درجات، 25 درجة، 27 درجة، إلى آخره. فأخي الكريم، إنسان يترك هذا الخير الوفير يصلي في بيته كالمرأة. المرأة في بيتها أولى من المسجد، إلا إذا كان يعني تمنع إماء الله مساجد الله. نفس علم إنما تصلي في بيتها لها ثواب إن شاء الله. أما الرجل يصلي هكذا في بيته يعني كالمرأة أبدا، ويهجر المساجد. واستمع إلى أخوة في آية في القرآن الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في
خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأخي الكريم، يعني البند الأول جميع الصلوات في وقتها، وصلاة الفجر في وقتها، وإن كان رجلا فالصلوات جميعها في المسجد، فالصلوات في المسجد. ثانيا المحافظة على أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء بعد صلاة العصر، وأذكار قبل النوم، وباقي الأذكار من كتيب حصن المسلم أو زاد المسلم اليومي أو أي كتيب للأذكار وهي كثيرة. ثالثا قراءة آيات الرقية الشرعية على الماء. طبعا رقية شرعية يعني في رقية شرعية لأي قارئ كل خير بفضل الله عز وجل، لأن الشفاء في القرآن الكريم. وإن شاء الله على هذا الموقع إن شاء الله في رقية شرعية سواء في البرنامج الوقائي والعلاج أيضا إن شاء الله، وسواء على النت إن شاء الله موجودة هذه الرقية، ورقية مسجلة. وبعد الرقية الأذان إن شاء الله بإذن الله إذا سجلتها أنت إن شاء الله من هذا الموقع احنا بها ونعمل لأي قارئ كما ذكرت إن شاء الله ماذا تفعل بهذه الرقية الشرعية إن شاء الله كما مكتوب في هذا البرنامج. بتأتي بثلاث الإنسان يشعر يعني بشيء معين، يعني كما كوقاية مش كعلاج، يجيب 3 أوعية وعاء به ماء سواء حلة أو قلما أو جركن، لذة بتاع الأكل من أي آلة مثلا عسل نحل، ويقرب النفس للماء وهكذا مثلا، ثم يقرأ يرد الآيات خلف القارئ إن شاء الله حتى تنتهي الرقية الشرعية فأصبح الماء بالقرآن. ممكن يقرأ هذه الرقية مرة ثانية أيضا بنفس الطريقة، يردد الآيات خلف القارئ في النفس في الماء او في الزيت، يعني اشتاء زيت زيتون. طبعا كل وعاء لوحدها، وعاء به ماء، وعاء زيت زيتون بتاع الاكل يعني، وعاء في عسل نحل، هذا كله من باب الوقايه ان شاء الله. يقرا الرقيه بيرد الآيات خلف المقارئ على الماء ونفسه قريب من الميه طبعا، وعلى زيت الزيتون ان شاء الله، وعلى عسل النحل. هيبقى عندنا 3 أوعية بالقرآن، ماء بالقرآن، زيت زيتون بتاع الاكل بالقرآن، عسل نحل بالقرآن. الماء للشرب على طول، ما يزودش الميه بالمره تخلص يعمل ذاتها ان شاء الله ثم في البيت. بعد كده زيت زيتون يدهن الجسم قبل ما ينام ان شاء الله جسمها، عسل النحل قبل النوم معلقه والريق معلقه. ده البند البند الثالث. البند الرابع يتوضا الاول طبعا، يستمع للرقيه الشرعيه يعني مره بالنهار او مرتين، مره بالليل او مرتين، وبرضه الرقيه ومعها الاذان، يسمع الرقيه وبعدها الاذان ان شاء الله، فالاذان يطهر البدن ويؤثر على الجن ان شاء الله. اذا حدث رعشه للبدن، تنميل، صياح الى اخره، معنى هذا ان هناك شيء في البدن، هذا الشيء غيب كما ذكرت ولا يعلم غيب الا الله عز وجل. نفترض ان الشيء نتكلم على الانسان او انسانه ما يتكلمش معاه نهائيا بالمره، هيقول فقط لغير ان كيد الشيطان كان ضعيفا. حذاري من الكلام مع الطيف او الشيء اللي مع الانسان، يقول له انا مش عارف انا بحب الانسان او الانسانه ابدا، لان الكلام معاه حط من قدرك، وكما ذكرنا وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، ما يتكلمش معاه اطلاقا. وبعد شويه الامر هيخف جدا يعني ان شاء الله، التنميل والحاجات دي مره 2 3 كل مدى ويخف ان شاء الله، لان هذه شحنات ايمانيه تؤثر على الشيء اللي في البدن ان شاء الله. بعد كده بنقول البند رقم 5 التحكم في جهاز التلفزيون، الله يرضى عليكم، ومشاهده القنوات المتخصصه بالدين فقط لا غير ان شاء الله، وترك القنوات الاخرى لان طبعا فيها شياطين الانس ايضا وتهدم ما بنيناه. الامر اللي بعد كده رقم 6 يعني اللي عنده اي احجبه يحرقها فورا، اللي عنده اي حجاب يحرقه فورا. القرآن لا اتخذ حجابا اطلاقا، تلك من اعمال السحرة. وان شاء الله برضو اذا كان هناك صورة انسان او حيوان او طائر على الجدران نمنعها تماما طبعا، نطهر الجدران من هذه الصور، طبعا بتكون هي منية من الشيطان، تدخل الملائكه بيتا فيه كلمه او صوره، التزام مطلب الزي الشرعي، عدم التبرج نهائيا، عدم التدخين حرام طبعا يعني، وضحت الامر ده في حلقه كامله. رقم 6 من توجد عنده احجبه فلا بد من احراقها فورا، فالقران اتخذ حجابا بحال من الاحوال، تلك من اعمال السحره. رقم 7 اذا كان الشخص يرى في المنام كما يفعل الرجل مع زوجته او يحس بذلك في اليقظه، بيعمل ايه الفرد هذا يعني؟ يجي طبعا الجن بتكره الرائحه الطيبه ريحه المسك بالذات، يكون قميص او كده اللي هينام فيه او تنام فيه بالمسك ويغيره كل ما ينام حتى يطول هذا الامر ان شاء الله. وقبل ما ينام لابد من اذكار النوم ان شاء الله.
يبقى بقدر التزام الفرد بالبرنامج يكون العلاج. طبعا بقول الفرد يبدا بشحنه ايمانيه، والاذكار مهمه جدا والله، اذكار الصباح بعد الفجر، اذكار المساء بعد العصر ان شاء الله، اذكار قبل النوم، داخل البيت يقول اذكار، خارج من البيت يقول الحمام الاذكار الموظفه ان شاء الله يقول هذه الاذكار ان شاء الله. فهذه ان شاء الله هذا هو البرنامج الوقائي العلاجي. وزود زي ما انت عايز، البرنامج مثالي ولا حاجه بالمره نهائي. انت صوم الاثنين والخميس ان شاء الله باذن الله، او انت يا بنتي الثلاث ايام من كل شهر، قيم الليل، ادعي ربنا عز وجل. فده مش برنامج مثالي ابدا، ده برنامج مفتوح لك ان تضيف اليه اكثر واكثر ان شاء الله. يقيني بالله يقيني، احفظ الله يحفظك ان شاء الله، وذكر الكتاب بقوه. فهذا برنامج ان شاء الله انت تفعل ما تشاء اذا كان هذا هو حالك ان شاء الله. وده الوقايه والعلاج في ان واحد. واي معالج هيقول لك ايه بالله عليك؟ يعني المعالج هو معاك بالمره ابدا، العلاج مش عند المعالج اطلاقا، العلاج عند رب المعالج. احفظ الله يحفظك ان شاء الله. وكما ذكرت انت مع ربنا، معاك ملائكه ربنا، بعدت عن ربنا شياطين ربنا، وربنا قال على الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فاحفظ الله يحفظك ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، اجعله حجه لنا لا علينا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم امين.